سلام بنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم جمال المطبخ. نرحب بكم حبيباتي كاملين ونقول لكم اليوم جيتكم بنفس فيديو. الفيديو تاع اليوم هو عبارة على مملحات اللي راح يكونوا من اروع ما يكون. جبت لكم بوراك التركي اللي غني عن التعريف وراح يجي خفيف 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 وبنين. ما عندي ما نحكي لكم بلا الكمية اللي يقطعها، يعني راح يقطع عنا كمية الله يبارك ما شاء الله. يعني درت غير شويه برك مي شوفوا الله يبارك عمر لي الطبسي. حبيباتي قبل ما نبدا لا فيديو نقول لكم ما تنساوش تدعموني بجيم وبارطاج وكومونتير شباب كيما نتوما. ورانا رايحين نبداو هاد لا فيديو ونقول لكم نبداو الوصفه تاعنا على بركه الله. وصفه من اروع ما يكون، ما تراطيوهاش ونبداو بسم الله على بركه الله. جيبوا لي برك حبيباتي هنايا ان ريسيبيون ونروحوا نديروا هاد الوصفه السهله. يعني هنايا جبت ريسيبيون كيما راكم تشوفوا، جبت هنايا كاس تاع الحليب. هذيك هنايا شوفوا حبيباتي، هنا درت كاس تاع الحليب دافي ودرت مغرفه تاع السكر، درت تاني معاهم مغرفه تاع الخميره تاع الخبز. يعني شوفوا هاد الوصفه مكوناتها موجوده في كل بيت، سورتو في الفتره تاع رمضان عندنا كامل هادوما لي زانغريديون. يعني برك خلطي وتم توجد لك يعني في وقفه. انا درتها شوفوا قبل الفطور هكذا بواحد النص ساعه وجدتها. هنايا خليت هذوك المكونات حركتهم هكذا بالمغرفه وغلقت عليهم وخليتهم حتى تفاعلت الخميره ديالهم واحد 10 دقائق. وعاودت وليت ليهم ودرت لهم نص كاس تاع الزيت كما راكم تشوفوا، ومن بعد درت كاس تاع الفرينه الاول. درت لهم الملح باسكو ما نخلطش الخماره مع الملح باسكو ماهيش رايحه تتفاعل معايا. اي بون حتى ندير الفرينه اللي باش نديروا الملح كما راكم تشوفوا هنايا الملح يقعد على حساب الذوق. زدت الكاس الثاني وبديت نطم في هذيك العجينه ديالي هكا تدريجيا ونزيد الفرينه تدريجيا حتى انطمت معايا. يعني حتى تنطم معنا هذيك العجينه وتكون عجينه متماسكه او ميم طون تكون تلاصق شويه في اليد. اون فوا راهي رايحه تخمر صاي، يعني انا رايحين نقدروا نتحكموا فيها. هكذا حبيباتي نطمها كامل مليح مليح مليح، ومن بعد نديرها هكذا شويه على لو بلون دو طرافاي. راني رايحه كيما نقولوا نطمها، ماشي ندلكها مي غير نطموها هكذا جست تلملي وتسحن هذيك العجينه ديالي. ومن بعد حبيباتي راني رايحه نعاود نرجعها في الريسيبيون ديالها ونخليها تخمر هكذا حبيباتي. هكذا نحطها في الريسيبيون نعاود نرجعها ونغلق عليها ونخليها تخمر. ومن جهه حبيبتي رحت جبت هنايا شاورما مرحيه وجبت حبيبه تاع البصل ودرت لها شويه معدنوس شويه تاع الملح وشويه فلفل الكحل وشويه تاع الزيت وحمستهم هكذايا فوق الفرنو. يعني وقعت غير نحرك فيهم حتى طاب لي حتى طابت لي هذيك الشاورما مليح مليح. يعني هنايا ونحتاجو تاني الفرomاج وفرomاج غابي. دوك تشوفوا معايا حبيباتي انا ليسونسيال كنت طيبت هاد الحشو ديالي كنت طيبته بغير بالشاورما والبصل والمعدنوس وفلفل الكحل والملح، يعني درت شويه زيت وخليتهم حتى طابوا. ومن جهه عاودت وليت بعد ما خمرت لي هذيك لاباط ديالي جيت لهنايا درت شويه فرينه على لو بلون دو طرافاي كما راكم تشوفوا وشديت حليتها على شكل مستطيل ولا على شكل دائري ولا على شكل كاري كيما تحبوا حلوها. ليسونسيال كي تحلوها حلوها رقيقه باسكو هنايا هاد العجينه راهي تلاصق معنا. انا رايحين نستعينوا غير بالفرينه هكذايا باش ما تغلبناش كي نكونوا نحلو فيها. ليسونسيال حبيباتي هنايا نديروها رقيقه نحلوها رقيقه. هنايا جبت هذاك الحشو ديالي جبت الفرomاج درت ابليكيت هكذايا الفرomاج هو الاول. ومن بعد جبت هذاك الشاورما ديالي اللي كنت طيبتها وضعت هكذايا كميه. شوفوا انا هنايا درت كميه هديه درت جاتني هكذاك واحد 3 حرابش، زوج كبار وواحد صغير هكذاك وقطع لي كميه الله يبارك. هذا البوراك التركي هنايا درت هذيك شاورما كامل هكذا كما راكم تشوفوا. ومن بعد جبت هذاك الفرomاج غابي درت لها كامل من الفوق ومن بعد روليتها. يعني رانا رايحين نروليوها هكذا. شوفوا نقلبها هكذا زوج قلبات ومن بعد نجيب الموس ونقطعهم. شوفوا نقطعهم بعد نشدو هذوك الاطراف منه من تانيك نقطعهم باش كي نديروهم في السنيوه يجونا شابين. هادو هما حبيباتي
نحطوا هذاك الحربوش الاول ونعاودوا نولوا نديروا الحربوش الثاني. هنايا بنفس الطريقه ابليكيت الفرomاج هو الاول، يعني درتو هكذا، ومن بعد جبت هذاك الحشو ديالي، يعني هذيك الشاورما اللي طيبتها راني رايحه نوضعها كامل من الفوق بالطريقه هذه، يعني طريقه سهله. وثاني درت لها فرomاج غابي، وعاودت روليتها كيما روليت الحربوش الاول. وهنا حبيباتي هذا حنديرو بديل على البوراك، يعني باش نديرو بوراك 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 كل يوم يعني بزاف، هكذايا يكون بديل للبوراك، هكذا نغيرو في الطاوله تاعنا تاع الافطار هكذا بهذه الطريقه حبيباتي. بعد نجيب السنيوه ديالي ندير لها الفرينه ونوضعهم هكذا كامل. ومن بعد هنايا نروح نجيب البيض، جبت حبيبه تاع البيض وضربتها وابليكيت كامل من الفوق هكذايا، بغيتهم ابليكيت كامل من الفوق. ومن بعد جبت هنايا السانوج والجلجلان، هنا لكم الاختيار، تحبوا ديروه تحبوا تستغنيوا عليهم تماما، مي هاد الزرارع راح يزيدوا يعطوها بنه على بنه. ومن بعد كنت شعلت الفرن على درجه قويه، خليته سخن مليح مليح الفرن ديالي، من بعد نقصلو خليته يطيب من التحت وشعلت لها من الفوق، خدت اللون الذهبي. ورانا رايحين نتلاقاو على طبق التقديم. وهنا حبيباتي هاي لك هنايا المملحات ديالي، يعني اللي جو من اروع ما يكون، والخفه ما عندي ما نحكي لكم، والبن بنان بنان بنان، جربوهم واكيد اكيد ما كنتش رايحين تندموا عليهم. ورافقتهم بهذا الجو تاع القارص، يعني هنايا كنت درت هذا النهار درت موخيطو، وان شاء الله الوصفه الجايه راني رايحه نشارك معكم الوصفه تاع الجو تاع القارص. لا شربت تاع القارص كنت درت لكم الجو تاع القارص، وان شاء الله راني رايحه نعاود ندير لكم بالشربات. وهنا حبيباتي هذا هو الفيديو ديالي، نتمنى يعجبكم وينال رضاكم حبيباتي. ما تنسوش تدعموني بجيم وكومنتار وبارطاج الشباب كيما نتوما. ما عليا غير نقول لكم الحق لاخر الفيديو، ونقول لكم صحه فطوركم، وان شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم. وان شاء الله يكون هذا الفيديو يعجبكم، وما تنسوش ديروا لي جام 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 جام. ونقول لكم الى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله مع وصفات اخرى. نقول لكم الى اللقاء.